السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مبروك لمنتخب مصر بعد الفوز والأداء الرائع على منتخب ملاوي، والفوز 4-0. 4-0 في مباراة الكل هيقول إنها كانت سهلة، ولكن بعد اللي شفناه هنا في القاهرة قلنا المباراة هناك مش هتبقى سهلة على منتخب مصر. ولكن روي فيتوريا يمكن كده حط ايده على حاجات كتيرة مع منتخب مصر، وخصوصا في الهجوم اللي كنا مفتقدينه بقالنا كتير قوي ما شفناهوش مع منتخب مصر. والفوز الكبير النهارده 4-0، الاداء ده والنتيجة دي ما شفناهاش مع منتخب مصر بقالنا يمكن من 2015 2016. والف مبروك لمنتخب مصر وتصدر المجموعة بفرق الاهداف عن غينيا بتسع نقط، وكده بيفصل منتخب مصر نقطة واحدة للصعود. ولسه فاضل لنا مباراتين، مباراة ان شاء الله هنا ومباراة خارج الارض، ولكن احنا هنلعب ان شاء الله على الفوز وتصدر كمان المجموعة ونصعد اول المجموعة ان شاء الله باذن الله لنهائيات كأس الامم الافريقية. ولكن روي فيتوريا حط ايده على حاجات كتيرة داخل منتخب مصر، اولها ان هو النهارده تاني مباراة رسمية. هو لعب 3 ودية قبل كده والتلاتة ما خسرش فيهم برضه، والنهارده 2 رسمية. التاني مباراة رسمية والتانية دي برضه ما خسرش فيها. وغير كده وكده حط ايده على ان هو بيلعب اداء هجومي. كنا مفتقدينه بقالنا كتير ما شفناهوش في منتخب مصر، يمكن من 2015 او 2016 ما شفناش الاداء ده، او المنتخب مصر تحديدا ما فاز بالنتيجة دي خارج الديار او خارج مصر في اي دولة افريقية تاني. اي نعم منتخب ملاوي مش مصنف، ولكن فوز. هقول لك ما انت مع منتخب مصر اتغلبت في نفس المجموعة دي من اثيوبيا، من اثيوبيا اللي هو يعتبر برضو منتخب مش مصنف، وبالنسبة ليك انت كمنتخب مصر هو منتخب عادي. والحمد لله الحمد لله ان الاشارة قطعت، الحكم صفر يعني في الدقيقة رجعت الاشارة، الحكم صفر في الدقيقة 87. منتخب مباراة تنتهي في الدقيقة 87، ويمكن أول مرة ممكن نشوف مباراة بتنتهي في الدقيقة 87 النهاردة. منتخب مصر بعد الإشارة ما رجعت على طول، وكويس قوي إن احنا شفنا الأربع أهداف كرة صاروخ أرض جو من طارق حامد، اللي فعلا بجد الزمالك خسر كتير لما طارق حامد مشي من نادي الزمالك. وعمر مرموش في الزحمة كده وهدف بعد كعبلة ولعبكة من الدفاع، وهدف جميل قوي من الكابتن محمد صلاح كابتن منتخب مصر. والهدف الرابع وفعلا بجد هدف ملعوب حلو قوي من محمد صلاح لأحمد سيد زيزو. وريو فوتيريا على فكرة عرف يحط محمد صلاح او يوظفه كصانع لعب في مكانه، بقى بيستغله في كل حتة في الملعب وبيستغله صح. يعني روي فيتوريا بيستغل محمد صلاح استغلال الصح، عرف يوظفه وعرف يستغله صح، وعرف يلعب عليه او يلعب بيه علشان بيكسب بيه. هو ده الطريقة الصح اللي الراجل فعلا فهمها وعارفها ودارسها، واحتمال كبير قوي يحضر بيها نتائج كبيرة مع منتخب مصر. ولكن احنا مش عاوزين نفرح في مباراة انتهت او مباراة ضعيفة مع منتخب ضعيف مش مصنف. احنا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم في اللي جاي علشان لما تصعد في التصفيات وتصعد وتوصل للنهائيات، دي حاجة تانية لوحديها طبعا ان احنا نوصل في نهائيات كأس افريقيا للنهائي، وان شاء الله الفوز بالبطولة، وكمان الصعود لمنتخب او للصعود لكأس العالم بإذن الله اللي هيكون في امريكا. ده لا غنى عنه، لان لو سابوا روي فيتوريا اشتغل على كده فاحتمال كبير قوي ان شاء الله باذن الله، وخصوصا بعد زياده المقاعد للمنتخبات الافريقيه في كاس العالم، وده ان شاء الله مش هيقل حاجه عن
اي منتخب عربي، وكله عارف قيمة المنتخب المصري. ولكن في حاجة عاوزين نقولها اخيرة كده على التصوير في دول افريقيا عموما، وبيحسسوني ان هم بيصوروا بآلة حاسبة والاشارة تقطع وحاجة كده، والواد اللي قاعدين في الاعلان جايبه لنا ده كل شوية يقربع في العرق السوس وياكل في البيض. حاجة صعبة قوي وتصوير ضعيف جدا جدا. والحمد لله والف الف مبروك على الفوز لمنتخب مصر. وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.